الطلاب الأعزاء، طلاب صف الخامس الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دايما وأبدا. أولياء الأمور الأعزاء، جينا النهاردة عشان نشرح الدرس الجديد اللي بعنوان الإنتاج والاقتصاد. ما ننساش بعد إذنكم نعمل لايك للفيديو، واللي مشتركش يشترك. احنا قلنا الانتاج والاقتصاد بيعتمد على حاجة مهمة اسمها الانشطة الاقتصادية. طب يعني ايه انشطة اقتصادية يا مستر؟ اقولك، المهندس او الفني دول والعاملة اللي في المصنع دي بتشتغل كل يوم، وده بيشتغل كل يوم عشان في اخر الشهر يقبض المرتب بتاعه. طيب ده بنسميه ايه؟ بنسميه المهن. طيب يبقى ندي تعريف كده للأنشطة الاقتصادية: هي الحرف أو المهن التي يمارسها الفرد وتدر عليه مالا أو دخلا. يعني المهندس أو العاملة اللي شغالين حرفة أو مهنة بيمارسوها عشان آخر الشهر يقبضوا المرتب. ده بنسميه الأنشطة الاقتصادية. طيب ايه الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في مصر؟ أول نشاط هو النشاط الزراعة. النشاط الزراعي هو من الأنشطة المهمة جدا في مصر. يليها النشاط الصناعي، المصانع اللي موجودة في كل ربوع مصر بتشتغل، بنسميها النشاط صناعي. كمان عندنا نشاط تالت اسمه النشاط التجاري، اللي هو عبارة عن البيع والشراء، دي من الأنشطة الاقتصادية أيضا. طيب النشاط اللي بعد كده وهو النشاط التكنولوجي، اللي هو ليه علاقة بالإنترنت والشغل على الإنترنت. طيب تعال ناخدهم واحد واحد، يلا بينا. أول نشاط هو النشاط الزراعي. طب هل الزراعة هي زراعة المحاصيل بس، أو النشاط الزراعي بيقتصر على زراعة المحاصيل بس؟ لأ، ده بيتضمن زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات والدواجن والأسماك. يبقى ده تعريف النشاط الزراعي. طب مهم طبعا. طب مهم ليه؟ لأنه بيسهم ب11% من الدخل القومي. دخل قومي؟ يعني ايه دخل قومي ده يا مستر؟ اقولك، هو الفلوس اللي بتدخلها الدولة في الخزينة بتاعتها خلال سنة. يعني الدولة بتكسب قد ايه؟ بتكسب قد ده بنسميه الدخل القومي. طب النشاط اللي بعد كده اسمه النشاط الصناعي. طب يا مستر، النشاط الصناعي ده يعني ايه؟ تعريفه ايه؟ اقولك، تحويل المادة الخام زراعية او حيوانية او معدنية الى سلع ومنتجات. يعني بغير في شكل المادة عشان الانسان يستخدمها كسلعة او منتج. طب دي بتساهم بقد ايه؟ بتساهم بتلت الدخل القومي. تلت دخل مصر جاي من النشاط الصناعي. طب النشاط الصناعي ايه انواعه؟ نوعين، في صناعة اسمها الصناعة التحويلية، وفي صناعة تانية اسمها الصناعة الاستخراجية. طب التحويلية دي يعني ايه يا مستر؟ اقولك، هي تحويل المادة الخام من صورة الى منتجات لسد احتياجات الانسان. بحول المادة الخام، يعني مثلا اقولك القطن اللي بيزرعه الانسان ده مادة خام زراعية، بحولها لايه؟ بحولها لأقمشة او ملابس. طيب اقول لك حاجة كمان، جلود الحيوانات بستخدمها في الاحذية، تبقى دي ايه؟ مادة خام حيوانية استخدمتها وحولتها. الاخشاب برضو بحولها الى اساس. يبقى اللي بحوله من صورة لصورة تحويلية. انما الاستخراجية معناها استخراج المادة الخام من باطن الارض. لا، مش ده تعريف التعدين يا مستر؟ هو برضو هو تعريف التعدين. وبستخرج ايه من باطن الارض؟ بستخرج المعادن والاملاح والبترول والغاز الطبيعي. دي كلها حاجات بستخرجها من باطن الارض. بس كده، ده الموضوع سهل جدا. تعال نقول تاني النشاط الزراعي. النشاط الزراعي بيتضمن، قلنا مش الزراعة بس، انما تربية الحيوانات والدواجن والاسماك، ومنتشر في مصر كلها. طيب بيسهم بقد ايه في الدخل القومي؟ بيسهم في حوالي 11% من الدخل القومي. قلنا الدخل القومي هو الفلوس اللي بتدخل للدولة. طب النشاط الصناعي، تحويل المادة الخام الزراعية والحيوانية والمعدنية الى سلع ومنتجات.
يعني بنغير الحاجة من شكل الى شكل تاني. طب دي بتسهم بقد ايه؟ تسهم بتلت الدخل القومي، وده رقم كبير جدا. طيب الصناعة كام نوع؟ اول نوع اسمه الصناعة التحويلية، ودي بغير المادة الخام الى منتجات لسد حاجات السكان، زي ما قلت لكم القطن ملابس، والجلود احذية، والاخشاب اساس، وغيرها كتير. يبقى لما بغير من شكل لشكل تحويل. انما لما اخرج حاجة من باطن الارض اسمها استخراجية. لما اخرج زي ايه اللي بستخرجه من بطن الارض؟ المعادن والاملاح والبترول والغاز الطبيعي، دي كلها حاجات بستخرجها. طب ايه النشاط اللي بعد كده؟ النشاط السياحي. طيب يعني ايه سياحة؟ هو السفر لأغراض متعددة. طب ايه الأغراض اللي ممكن اسافر ليها يا مستر؟ بسافر عشان حاجات كتير، ممكن علاج، ممكن تنزه، ممكن عمل. طيب هل السياحة مهمة لمصر؟ طبعا مهمة جدا. طيب مهمة في ايه؟ السياحة بتسهم بحوالي 12% من الدخل القومي، ده رقم كبير مهم. عشان كده الاقتصاد بيهتم جدا بالنشاط السياحي، وبتلعب دور كبير جدا في الاقتصاد المصري. ما ننساش اللي ما عملش لايك يعمل، واللي ما اشتركش يشترك عشان تشوفوا الشروحات والمراجعات. يلا بينا النشاط اللي بعد كده. احنا كده خلصنا النشاط السياحي، وقلنا ان هو بيلعب دور مهم جدا في الاقتصاد المصري. طب النشاط اللي بعد كده وهو النشاط التجاري. بيعمل ايه النشاط التجاري؟ او نعرفه ونقول ايه؟ يتمثل في بيع وشراء السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد. يعني الصناعة عملت حاجة بنبيعها، البيع ده بنسميه النشاط التجاري. طب بيمثل قد ايه من الدخل القومي؟ بيمثل 28% من الدخل القومي، وده رقم ايضا مش قليل. طب النشاط التجاري ده كام نوع؟ عندي نوعين: التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. طب عرفهم لي يا مستر. اقولك، التجارة الداخلية هي عملية البيع والشراء داخل مصر. يعني ايه؟ يعني لو في تاجر بيبيع ما بين القاهرة والمنيا واسكندرية والدقهلية، يبقى دي تجارة داخلية. انما التجارة الخارجية فيها تعريفين: الصادرات، وان مصر معناها بتبيع للدول التانية، انما الواردات معناها ان مصر بتشتري من الدول التانية. يبقى التجارة الخارجية هي عملية البيع اللي هي الصادرات، والواردات اللي هي الشراء من الدول الاخرى. مهم النشاط ده. طيب كمان عندي النشاط التكنولوجي. طب ايه النشاط التكنولوجي ده يا مستر؟ استخدام التقنيات الحديثة والمهارات في انتاج البضائع والخدمات، وده ليه علاقة بالتطور التكنولوجي اللي احنا بنعيشه. مهم برضه لانه اساس التقدم الفترة الجاية. وبيسهم بقد ايه؟ 15%. 15%. يبقى مهم النشاط التكنولوجي، مهم جدا. طب تعالى نرجع بقى من الاول. النشاط السياحي قلنا يعني ايه؟ هو السفر لأغراض متعددة. طب مهم؟ طبعا مهم، لانه بيسهم بحوالي 12% من الدخل القومي. عشان كده بيلعب دور مهم جدا في الاقتصاد المصري. طب النشاط التجاري. النشاط التجاري معناه عملية البيع وشراء السلع والخدمات اللي بينتجها الاقتصاد. طب بيمثل قد ايه؟ 28% من الدخل القومي. طب يا مستر، التجارة الداخلية والتجارة الخارجية ايه تعريفهم؟ التجارة الداخلية هي عملية البيع والشراء داخل حدود مصر. طب النوع التاني التجارة الخارجية، عملية البيع والشراء ما بين مصر والدول الأخرى. وعندنا كلمة صادرات معناها البيع للدول الأخرى، الواردات الشراء من الدول الأخرى. طب النشاط التكنولوجي، استخدام التقنيات الحديثة والمهارات في الإنتاج. طب بيسهم بقد إيه؟ ب15%، وده رقم مش قليل. طيب بعد كده يا مستر عندي حاجة اسمها عناصر الانتاج. يعني ايه عناصر الانتاج دي؟ اقولك، عناصر الانتاج يعني عملية الانتاج بتعتمد على ايه؟ بتعتمد اول حاجة على الموارد الطبيعية. عشان انتج منتج لازم أن يكون عندي مورد طبيعي، زي المية والتربة والمعادن والغابات والحيوانات. دي حاجة طبيعية، انسان ما بيتعبش عشان يلاقيها.
تاني عنصر في الانتاج هي الايدي العامله. الانتاج ما يقدرش او ما يحصلش الا بدون ايدي عامله، وهم الاشخاص اللي بيشتغلوا ويبذلوا مجهود عشان ينتجوا سلعه او خدمه. طب يبقى مهم الايدي العامله دي، مهمه جدا. طيب العامل الثالث في الانتاج هو رأس المال. ورأس المال مهم، ايوه مهم، لان رأس المال ده اللي هشتري به الالات والادوات اللي هستخدمها في الانتاج. كمان اخر الشهر الموظفين او العمال في المصنع هيقبضوا منين؟ ما هو من رأس المال. وكمان هشتري به المواد الاولية اللي هي المواد الطبيعية مثلا اللي هستخدمها في الانتاج. طيب صعبة دي؟ لا مش صعبة. طب العنصر الرابع هي الإدارة. مفيش إنتاج إلا من غير إدارة قوية. طيب هي دي بقى اللي بتستثمر العناصر التالتة، بتديرهم وبتستخدمهم وبتشرف عليهم وتاخد قرارات تؤدي إلى إنجاح عملية الإنتاج. ومهمة برضو الإدارة الناجحة دي. يبقى هي دي عناصر الإنتاج. تاني قول لي يعني إيه عناصر الإنتاج؟ يعني الانتاج هيتم من خلال ايه؟ هيتم من خلال اول حاجة الموارد الطبيعية زي المية والتربة والمعادن والغابات والحيوانات، ودي مهمة جدا. تاني حاجة الايدي العاملة، الاشخاص اللي بتشتغل وتبذل مجهود عشان ينتجوا سلعة. تالت حاجة رأس المال اللي هشتري به الالات والادوات والمواد الاولية والمعدات وادفع الرواتب. طب رابع حاجة الإدارة، ودي استثمار عناصر الإنتاج وبتشرف عليهم وبتاخد قرارات ناجحة عشان عملية الإنتاج تنجح. طيب إيه الفرق ما بين الناتج القومي والدخل القومي؟ ببساطة خالص ركز معايا كده هسهلها لك جدا. الناتج القومي هو المنتجات اللي الدولة بتنتجها. يعني مش احنا قلنا عملنا ملابس من شوية؟ الملابس دي سلعة صح؟ طب الدولة بتنتجها؟ الدولة بتنتجها، دي بسميها الانتاج القومي، اجمالي السلع والخدمات التي تنتجها الدولة. يبقى اي حاجة الدولة بتنتجها في المصانع او المحاصيل مثلا، المحاصيل دي الناتج القومي. طيب لما اجيب الناتج القومي وابيعه، الفلوس دي بسميها ايه؟ دخل قومي. يبقى المبلغ الاجمالي للاموال التي تحققها الدولة. طيب من حاجة واحدة؟ لا، من الزراعة والصناعة والسياحة والنشاط التكنولوجي، كل الحاجات دي بكسب منها فلوس، الفلوس دي بسميها الدخل القومي. طب هو في علاقة ما بين الناتج القومي والدخل القومي؟ طبعا في علاقة. كلما زاد الانتاج القومي او الناتج القومي ده هيؤدي ان الدخل القومي يزيد. طب لما الدخل القومي يزيد، الفلوس بتاعت الدولة، تاخد الدولة الفلوس دي وتبني بيها مشروعات زي مستشفيات ومدارس وطرق وكباري والى اخره من المشروعات اللي الدولة بتعملها. يبقى الناتج القومي مهم. وكده وصلنا لنهاية الدرس. احبائنا الطلاب الصف الخامس الابتدائي، كان معكم مستر بشوي فؤاد. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب. اشوفكم دائما وابدا في سلام، الى اللقاء.